قصة تحت عنوان تابوت وحانوت. القصة دي في كتاب أبرار معاصرين لأبونا لوقا سيداروس. بيقول رجل من أسيوط، رجل طيب كان بيشتغل ترزي ورجل حلو جدا كنسي معطاء. المهم الراجل كان مخلف 3 ولاد، وبعدين تعب، دخلوه المستشفى، ابتدت حالته تتدهور. فهو استدعى ولاده قال لهم تعالوا عشان أسلم عليكم. فعلى ما جم فالراجل شفي بقى كويس، فحب يخرجوه من المستشفى. المستشفى قالت لا مش هنسيبه، استنى شوية عليه لما نطمن يعني. هو أصر انه يروح، فروح البيت مع ولاده، وبعدين قال لهم صلوا معايا ايتها العذراء الطاهرة اذبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وعند مفارقة نفسي من جسد احضري عندي لمؤامرة الأعداء الزمي ولباب الجحيم اغلق. بقى يصلوا معاه. بابا بيصلي كده ليه؟ وبعدين قال لهم طب بصوا بقى، أنا هخش أوضة النوم بتاعتي هصلي لوحدي ربع ساعة، محدش يخبط عليا. قالوا له حاضر. بعد ربع ساعة فتحوا عليه الباب، لقوه نايم على السرير وقد أسلم الروح. تأثروا جدا. كان بالليل. صحيوا الصبح راحوا لحنوتي. زمان الكنائس ما كانش عندها خدمة الصناديق والكفن والكلام ده، فراحوا لحنوتي قالوا له احنا عايزين صندوق لبابانا. فنقوا أغلى صندوق. فالراجل صاحب المحل قال لهم لا، باباكو اختار الصندوق ده رخيص. قال لهم ماليش دعوة، باباكو جالي من أسبوع وقال لي أنا هاخد الصندوق ده. الصندوق ده بكام؟ قال له ب180 جنيه. ده الراجل هو حي. قال له طب خد 100 جنيه اهي عربون، ولما يجوا يشتروه منك خد منهم ال80. فراحوا اولاده قال لهم الصندوق ده باباكو اختاره. طب بكام؟ 180 جنيه. جم يطلعوا 180. قال لهم لا، ده باباكم دفع 100 وقال انا هموت بعد اسبوع، انا هاخد منكم 80. شفتوا الناس القديسين بيبقوا مستعدين وحاسين زي ما علمنا بطرس ما قال ان خلع مسكني ايه قريب، خلع مسكني قريب. برضو قصة، ما انت بتحبوا القصص مش كده؟ قصة برضو لرجل اسمه عم عازر من ساكرامنتو. ساكرامنتو دي فين؟ وجه بحري ولا قبل؟ ها؟ في أمريكا. راجل كان تقي وكان ربنا عطيه، وكان مصر انه يعمل كنيسة في البلد اللي هو فيها قبل ما يروح السماء. جاهد، صرف وقت وصرف مال وصرف جهد لغاية لما عمل الكنيسة. وبعدين بعد ما عمل الكنيسة صلوا فيها قداس. نسيت أقول لكم، فبيعمل خرس الشمامسة، فعملوا واسع قوي كده يعني شوية. فالشمامسة وبعض الشعب الكنيسة يقولوا ده كده واسع قوي ليه كده يا عم عازك كيف؟ قال لهم عشان الصندوق بتاعي لما يخش مرتاح. قالوا لي يا عم تفولش على نفسك. قال لهم لا، اول واحد هيتصلى فيه في الكنيسة دي هو انا، وقد كان. وهو اول واحد يصلي. بعد ما صلى قداس قال لربنا الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك. بعد ما كمل الكنيسة وكمل خدمته ذهب إلى بيته. فأن ربنا بيكشف لأولاده الأبرار وقت ناحيتهم. قصة طريفة تحت عنوان عم غبريال من شبين الكوم. صحي من النوم عمال يشتكي من ضرسه. تعرفين زمان طب الأسنان ما كانش متقدم زي الأيام دي يعني. الأيام فيه زرع وفيه حشو وفيه حاجات حلوة كتير. المهم ياخد مسكن برضه مفيش فايدة. وبعدين راح يزور المتنيح الأنبا بنيامين أسقف المنوفية السابق. ليه قداس حلو قوي، معرفش اللي عنده القداس ده أو هاتوه من على اليوتيوب. قولوا قداس الأنبا بنيامين أسقف المنوفية السابق.
واسمعوا القداس ده. كان أب قديس يعني حقيقي يعني. أنا كنت دايما كان بيعزيني القداس ده. المهم راح زار الأنبا بنيامين وخد مرم شوية، يقول له صلي لي يا سيدنا، ضرسي وجعني، أنا خايف يتخلع ولا حاجة. قال له لا بص يا عم عازر. قال له نعم. قال له أنت يعني هتعيش بالضرس ده طول حياتك، هتعيش بالضرس ده ايه طول حياتك. وعاش بعد كده ما يقرب من 20 سنة. بعد 20 سنة ضرسه وقع. قال لمراته أنا هموت النهاردة. قالت له ليه؟ قال لها ضرسي اتخلع. قالت له لو كان خلع الضرس هيموت، امال اللي عمل طقم اسنان يبقى ايه؟ قال لها لا، سيدنا قال لي هتعيش بالضرس ده طول حياتك، ما دام الضرس اتخلع تبقى حياتي خلصت. وقد كان وأسلم الروح في نفس اليوم.